السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم على توصية جديدة من توصيات رامبل التابعة لمنصة ساندر لتداول الأوراق المالية. طبعا هو في 3 توصيات النهاردة نزلت، توصيتين أساسيتين وتوصية واحدة فنية. طبعا التوصية الأساسية هي التوصية على المدى الطويل، أما التوصية الفنية فهي بتكون على المدى القصير. ده الفرق ما بين التوصية الأساسية والتوصية الفنية. طبعا احنا يعني انا رأيي انا الشخصي في التوصية الفنية ان هي في الوقت اللي فيه تذبذب عالي ان هي مش محبذة قوي، بس انا للأمانة انا هعرض لكم الاتنين. بس في الاول هنتكلم على التوصية الاساسية. طبعا التوصية الاساسية هي التابعة، توصية بخصوص سهم شركة اوراسكوم للتنمية ومصر. طبعا هنخش على التوصية وهنشوف هما باعتين فيها ايه. هو هنا أوراسكوم للتنمية كاتبين عائد مرتفع وجذاب، والتوصية نازلة بتاريخ 15 إبريل 2024. النهاردة السعر الأخير اللي كانت عليه التوصية أو السعر الأخير اللي أغلق عليه السهم 11 جنيه و90 قرش. التوصية طبعا كاتبين شراء السعر المستهدف 28 جنيه بعائد 135%. طبعا 135% دي لازم نبقى عارفين ان هي على المدى الطويل، يعني انت بتتكلم من سنة لسنة ونص، استثمار طويل الأجل. علشان يا جماعة الناس اللي هي بتحب تحصل على عائد سريع وتفضل تبيع وتشتري، فالتوصية دي مش هتكون من ضمن التوصيات اللي ممكن تكون مرضية ليهم. طبعا هم هنا للأسف يعني هم هنا الأسباب هم كاتبينها أسباب التوصية وسبب اختيارهم للتوصية. بس للأسف في جزء في الأول مش واضح منها، وانا هبعت لهم ايميل بحيث ان هم يعيدوا ارسالها تاني بشكل اوضح علشان نعرف نقراها واقول لكم التوصية دي كانت مبنية على اساس ايه، بحيث ان الكل يستفيد والكل يدخل في استثمار هو مقتنع بيه وواثق ان هو الاستثمار الانسب والافضل في الفترة الحالية. طبعا يا جماعة يعني نصيحة برضو تانية، ودي هفضل اقولها في كل الفيديوهات اللي انا هنزلها الفترة الجاية. احنا في فترة تذبذب مرتفع. يعني ايه تذبذب مرتفع؟ يعني هبوط وارتفاع بشكل كبير. يعني مثلا ممكن تكون تدخل النهاردة تلاقي السهم بتاعك خسر من 4% ل7 و8%، وجايز يكون أزيد شوية. ده في خلال يوم أو يومين بالكتير. بس ده مش معناه ان انت تخرج من السهم، لا، ده ممكن تستنى شوية والسهم هيعمل ارتدادة تاني. مش شرط تبقى كسبان منه، بس على الأقل ما تطلعش بنسبة خسائر تتجاوز 8 و9%. لا، ممكن تطلع بنسبة خسائر 2 و2.5 أو 3%. ده في حالة إن السهم لو كان فيه هبوط وهبوط عنيف. فيا جماعة هم حتى الفيديوهات اللي انا ارسلتها قبل كده في الخبراء الفنيين اللي اتكلموا بخصوص الاسهم، قالك الفترة ديت الحد الاقصى اللي احنا نقدر نستثمر فيه في اي توصية في الفترة الحالية هو 10% من المحفظة. 10% من المحفظة. وفي حالة انخفاض قيمة السهم، لو احنا عايزين نعمل متوسطات نعزز ب10% تانية، بحيث ان احنا نخفض نسبة الخسارة ونعمل متوسطات مرضية، بحيث ان احنا لما السهم يعمل ارتدادة تبقى ممكن نحقق يا اما ربح يا اما نخرج برأس المال بدون خسائر. طبعا دي اول توصية من التوصيات، ودي طبعا من اهم التوصيات الاساسية الخاصة بشركة اوراسكوم للتنمية. وان شاء الله هنزل فيديوهين تانيين خاصين بالتوصية الاساسية الاخرى اللي نزلت على رامبل والتوصية الفنية اللي نزلت على رامبل ايضا. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.